السلام عليكم متابعينا الكرام. النباتات مخلوقات ما نقدرش نعيش من غيرها، فإحنا كبشر بنعتمد عليها بشكل أساسي في أكلنا ومعيشتنا، وبنستخدمها استخدامات كتير. ممكن مثلا نستخدمها في صناعة الأساس والمنازل وحاجات تانية كتير. فوائد النباتات كتير وما نقدرش نحصرها، ولكن مفيش مرة سألنا نفسنا إزاي الكائنات دي بتعيش وإيه هي طبيعة حياتها. وده اللي هنعرف جزء بسيط منه النهاردة. معكم محمد خليل من قناة سؤال لولبي، وتعالوا نصلوا على النبي، وكل حكاية وليها بداية. ما تيجي نشوف. النباتات بتمتلك قدرات استثنائية بتخليها مخلوقات في منتهى الذكاء، أو ممكن نقول معقدة شوية. فمثلا أثبتت الدراسات إن النباتات بتمتلك جينات معينة. الجينات دي حساسة للوقت، حاجة كده شبه الساعة، بتخليها تحدد أوقات كتير، من ضمنها أوقات النمو وساعات تفتح وإغلاق البتلات، بالإضافة إلى مواسم سقوط الأوراق. مش بس كده، في أبحاث بتقول إن النباتات ليها أنظمة معقدة وعجيبة جدا، زي الجهاز العصبي بتاع الإنسان، وده بيساعدها على التذكر ونقل المعلومات دي بتستقبلها من المستقبلات الحسية، وبتقوم بمعالجتها واتخاذ قرارات كمان. دايما النباتات الجزء الأضعف في السلسلة الغذائية، ولكن ده ممكن ينعكس. والبرهان على كده نباتات زي نبات خناق الذباب، اللي بيطبق قبضته على الحشرات وبعض الحيوانات زي الضفادع، وده باستخدام آلية عمل دقيقة جدا وسريعة كمان. سرعة استجابة الحركة دي بتوصل ل20 جزء من الثانية بس، وبعدين بتقوم بإفراز عصارات معينة علشان تهضم الفريسة. ده كان جزء بسيط من المعلومات الغريبة عن النباتات. لو حابين تعرفوا معلومات تانية كتير وأغرب كمان، اعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. وإلى اللقاء في حكاية جديدة. سلام.